استنوا 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 استنوا، وقف الطريق وقف الطريق وقف الطريق وقف الطريق وقف الطريق. تحولت سيارة إلى قطعة حديدية، مصرع سيدة وثلاث أشقاء بعد أن سقطت عليهم حجارة كبيرة الذي شهده طريق السخنة في محافظة السويس. تحولت السيارة إلى كتلة حديدية. صح، حوادث سقوط الصخور من على شاحنات النقل هي الأكثر صعوبة وغالبا نتائجها بتبقى كارثية، ولكنها ليست الأكثر انتشارا. إنما الأكثر انتشارا والأكثر تسببا في حوادث مميتة هي حوادث سقوط الصخور الصغيرة، زي الحادث اللي انتوا شفتوه دلوقتي. سبق وكنا اتكلمنا قبل كده عن مدى خطورة التهاون والرعونة تجاه الآخرين، وده للأسف بنشوفه كتير في مجتمعاتنا، وأغلبهم للأسف مش عارفين إن ده حسابه عند ربنا كبير. ولكن دايما يبقى الأمل في تنمية الإيجابية في المجتمع، وده اللي بنحاول نضغط عليه في منصة. وعلى سبيل المثال كنت ماشي على أحد طرق الصعيد وعربية نقل وقعت جزء كبير من حمولتها من الحجار، لا وكمان وهي بتعدي من جنب تروسيكل، يعني مصيبة كبيرة قوي. وعشان كده هو اعتقد ان الحجارة ديت وقعت على سواق التروسيكل فهرب وجري وما رضيش يقف ويشوف فيه. والإدراكنا لمدى خطورة الحجارة ديت اللي هي ممكن عربية تدوس عليها فتبدأ تغير مسارها وتنزل في الترعة، وقفت الطريق وكل الناس تعاونت معايا ان احنا نشيل الحجارة ديت ونركنها على جنب. فتحية لكل رجالة الصعيد الإيجابيين دايما. لو انت بتشارك بإيجابية في المجتمع مهما كان مكانك فأكيد انت صح. كمل شير بقى على كل الجروبات. ربنا يستر طريقكم. سلام.